Most of them they are playing the second division or first division, comparing to even this team that Sierra Leone. If you see them, they are a little bit bigger than age-wise. It's not under 20 if you see. جديدة طارت مشاركة منتخب سيراليون لأقل من 20 سنة في نهائيات كأس إفريقيا المقامة حاليا بمصر، موجة من الشكوك والجدل بعد اتهامات بتزوير أعمار عدد من لاعبيها. وقد جاءت هذه الاتهامات من مدرب منتخب تنزانيا. فضيحة مدوية، الكاف بيصدم المنتخب السيراليوني بعد اكتشاف تزوير أعمار لاعبين كتير داخل فريق سيراليون فوق 20 عام بأشكال شفناهم كبيرة أمام المنتخب المغربي، كلهم بالطول والعرض وشكل الوجه. من المفترض أن اللاعبين دول تحت 20 عام وليسوا فوق 30 عام. منتخب سيراليون بيواجه مشكلة كبيرة باتهامات بالجملة بسبب شكاوى كتير جدا من المنتخبات مشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام، بتدعي أن منتخب سيراليون دول ليسوا تحت 20 عام ويوجد تزوير في الأعمار بشكل رسمي. ده كلام كبير قالوا مدربين ومنتخبات تانية كتيرة واجهت منتخب سيراليون طوال فترتها. طبعا منتخب سيراليون واحد من المنتخبات اللي عملت أداء كبير والناس استغربت، معقولة دول تحت 20 عام؟ منتخب سيراليون ظهر بهذه القوة أيعقل؟ علشان منتخب سيراليون شافوه يعني كان يعتبر متصدر مجموعته ويواجه المنتخب المغربي ولعب مباراة كبيرة. فالحقيقة كتير من المنتخبات اتفاجئت جدا واعلنت انها ترفع شكاوى ضد المنتخب السيراليوني وانه هو في غش كبير داخل كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام وتزوير في الأعمار. الحقيقة عزيزي المشاهد، واحد من الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كبير جدا مدرب المنتخب التنزاني شخصيا خرج وبعد خسارته من منتخب سيراليون متعصب وفي حالة من الغضب الشديد، وبيقول بكل صوته ان اللاعبين دول مش تحت 20 عام، اللاعبين دول كبار ومنتخب سيراليون مزور في الأعمار. الفيديو الحقيقة لقى رواج واسع وانتشر في كل مكان، وكله قال ليه البطولات الإفريقية دايما هتفضل إفريقية؟ ليه دايما بطولات أفريقيا بتعاني دايما من تزوير الأعمار؟ ده أكتر من منتخب يا جماعة، وحتى هتلاقي على الأقل كل منتخب إفريقي عنده لاعب أو 2 مزورين في أعمارهم، ده على الأقل يعني. طب إيه السبب؟ ازاي ما بيتمش كشف هؤلاء اللاعبين؟ ليه ما بنعملش تحليلات كشف الأعمار وتحليلات سنية؟ بالأخص ان البطولات الافريقية ديت بطولات رسمية وبطولات مهمة جدا لكل المنتخبات الافريقية، فأي تزوير بتدي حق الشخص هو لا يستحقه. يعني دلوقتي لو منتخب سيراليون كان فاز وانتصر على المنتخب المغربي وهو مزور في الأعمار وبيمتلك لاعبين داخل صفوفه أكبر من 20 عام، كان زمان دلوقتي منتخب سيراليون تأهل للمباراة النهائية وهو تأهل لكأس العالم وهو لا يستحق، واللي يستحق المنتخب المغربي تم إقصائه بسبب فساد داخل الاتحاد الإفريقي. فبكل صراحة الموضوع أشغل الرأي العام. تنزانيا بتعلن شكوى ضد سيراليون وبتطالب بإعادة المباراة أو حتى على الأقل عقوبة للمنتخب السيراليوني إنه بيتم تزوير أعمار داخل الفريق. ولكن عايز أقول له ما تزعلش، ده أكتر من منتخب أساسا عمل تزوير في الأعمار للأسف، مش منتخب سيراليون بس. فالحقيقة عزيزي المشاهد الواحد ما يعرفش المغرب هيلاقيها منين ولا منين ولا منين. هيلاقيها من معلق المباراة زي المعلق المصري اللي كان منحاز للمنتخب التونسي ضد المغرب، ولا هيلاقيها من مخرج المباراة اللي كان بيصور المدرجات وكأنه في حفل أعراس أو أفراح مش في مباراة كرة القدم، ولا هيلاقيها من حكام المباراة اللي رفض انه يحتسب ركلة جزاء صحيحة للمنتخب المغربي في الدقيقة 80 وطلع عليها وقتها معلق المباراة وكله زعل جدا ازاي لم يحتسب ركلة جزاء ويريح المنتخب المغربي اثناء 90 دقيقة من البداية مبكرا بدل ما يضطر المنتخب المغربي انه يلعب اوقات اضافية، وده يؤدي الى ضعف بدني كبير للمنتخب المغربي. ولا هيلاقيها منين ولا منين ولا منين؟ بكل صراحة مواقف رخمة جدا ومستفزة للجمهور المغربي، بنتمنى انتهائها سريعا وبنتمنى اكبر حاجة موضوع تزوير الأعمار موضوع مزعج جدا وبيضرب أفريقيا في مقتل. ودايما بتلاقي كتير من الصحافة الأوروبية بتنتقد القارة الأفريقية القارة السمراء
وبيقولوا ان عندنا تخلف وعندنا فساد وعندنا مشاكل كبيرة جدا جدا برضو بسبب هذه المشاكل، التزوير والمخرجين والمعلقين، وبتلاقي كمان حتى الحكام. وبرضو مش عايزين ننسى كل التحية والتقدير للحارس المغربي يانيس بن الشوش اللي قدر ان هو يحافظ ويزود عن مرماه في لقطات كتير جدا جدا. كان المنتخب السيراليوني هيتقدم على المنتخب المغربي، ولكن حارس عرين الأسود كان الحقيقة بالمرصاد لكل الهجمات. في واحدة من اللقطات الغريبة واللي بقت بتحصل دايما مع كل الأندية المغربية والمنتخبات المغربية هنا في مصر من مخرجين المباريات اللي بيتعمدوا على حسب قول كثير من الناس استفزاز المغاربة والجمهور المغربي أثناء متابعة المباريات. وللأسف الشديد الجمهور المغربي عنده ذكريات سيئة من المخرجين المصريين. أكتر من لقطة لو تفتكروا مثلا من كام سنة مباراة الأهلي المصري والرجاء الرياضي المغربي، المباراة اللي احتسب فيها الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الاهلي المصري، ووقتها مخرج المباراة قدر ان هو يلعب كده بالشاشة ويخلي الكرة تظهر وكأنها جت في ايد مدافع الرجاء وهي في الحقيقة جت في رجله. واكتر من لقطة برضو على ما اعتقد السنة الماضية ما بين نهضة بركان وما بين الزمالك المصري، برضو في واحدة من اللقطات الجدلية على ما اعتقد كانت حالة طرد. واليوم وفي مباراة مهمة جدا جدا ما بين المغرب وسيراليون، مخرج المباراة بصراحة زودها وكان طول المباراة مركز جدا جدا مع الجماهير السيراليونية والجماهير المغربية في كل اللقطات وتفاعلاتهم أكتر من المباراة ذات نفسها. يعني 120 دقيقة مركز أكتر بكتير مع الجماهير، ولا كأنه مخرج أفراح مش مخرج بس مباريات لكرة القدم. لدرجة حتى أن المعلق المغربي جواد بدة كذا مرة يقول أثناء البث المباشر وأثناء المباراة ركز مع المباراة يا مخرج، ركز لنا في المباراة واترك الجماهير في حالها. التركيز بكل صراحة عزيزي المشاهد كان مستفز ومبالغ فيه، وكان تركيز على وجه التحديد للأسف على العنصر النسائي في أوضاع مش كويسة. تلاقي مثلا جايب صورة مرأة سيراليونية وهي بتتنطط وهي بتفرح بشكل غريب، وده طبعا غلط، وكان عمل بعض الصور والمشاهد الخادشة للحياة. وعلشان كده فوزي لقجع بيرفع دعوة للكاف وشكوى ضد المخرجين في مصر، وبيطالب بمخرج أوروبي، مخرج أجنبي لمباراة مصر والمغرب المنتظرة يوم الخميس القادم في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام. فوزي لقجع خايف وقلقان من تكرار نفس السيناريوهات، وانه يكون مثلا تلاعب من المخرجين المصريين ان هم يبدأوا يبثوا لقطات غير صحيحة ويطلبوا من الفار انه الحكم يرجع لاحتساب ركلات جزاء، لاحتساب حالات طرد ضد اللاعبين المغاربة لصالح منتخب مصر. وده طبعا هيأثر بشكل كبير على نتيجة المباراة المهمة جدا جدا بالنسبة للجمهور المغربي. والفوزي لقجع كمان عايز يدخل بطولة تانية للخزينة المغربية، كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام، عايزينها هناك في المغرب، وبالتالي مش عايزين أي حالات من الفساد تحصل في مباراة نصف النهائي ما بين مصر والمغرب. علشان كده بيطالب بمخرج أوروبي زي المخرجين اللي بنجيبهم هنا كده في مباريات الأهلي والزمالك أحيانا، أو في السوبر الأفريقي، أو في المباريات المهمة والعالمية، بيجيبوا مخرج أوروبي علشان يكون غير منحاز لأي طرف من الأطراف، سواء كان مصري سواء كان مغربي. في مشهد تاريخي لم يتكرر من قبل، الجمهور المصري في المدرجات بيرفع الأعلام المغربية بعد فوز المنتخب المصري على المنتخب الغاني بركلات الترجيح وتأهلنا وبشكل رسمي لكأس العالم بسبب المنتخب المغربي. منتخب المغرب بعد ما فاز على تونس أدى مصر هدية، ان مصر تفوز على تنزانيا وتتأهل مع المغرب لمواجهة غانا، وبعدين نوصل لكأس العالم وجرت الامور كما خطط لها بالتمام. علشان نشوف الجمهور المصري في المدرجات وبمظهر فاجئ الكل حرفيا، الصفحات المصرية بتنشر لمصريين
لابسين وجابوا معاهم تيشيرتات المنتخب المغربي وبيرفعوا الأعلام المغربية وبيغنوا وبيرددوا الصحراء مغربية. ده غير كمان دعمهم لأشبال الأطلس في المباريات الجاية كلها. بكل صراحة عزيزي المشاهد أنا اتصدمت، وغير كتير من الصفحات المصرية اتفاجئت جدا جدا بهذا الدعم والأخوة الكبيرة اللي بتجمع ما بين مصر والمغرب. بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد. بكل صراحة عزيزي المشاهد دايما المغرب سباق بالخير. لما سافرنا هناك المغرب بنلاقي دايما استقبال على أعلى مستوى، بنلاقي أفضل فنادق وأفضل ملاعب للتدريبات بيتم تخصيصها للمنتخبات والأندية المصرية. حتى كمان لما وصلنا لكأس العالم كان في فرحة مشتركة بين المصريين والمغاربة، وده اللي حصل اليوم. انتشر فيديوهات برضه في الساعات الأخيرة لكتير من الجمهور المغربي وهو بيتابع ركلات الجزاء ما بين مصر وغانا. بالأخص الصورة اللي انتشرت كانت في آخر ركلة جزاء لما سجلها المنتخب المصري وتأهل رسميا لكأس العالم ولمواجهة منتخب المغرب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. كان منظر تاريخي ومشهد عالمي جدا جدا، وكأنه تفاعل، وكأن منتخب المغرب هو اللي بيلعب غانا. كان تفاعل كده الحقيقة من الجمهور المغربي من قلبهم، وواقفين بيشجعوا ومنتظرين آخر ركلة جزاء يسجلها المنتخب المصري. وده علشان كده بيثبت ليه بتلاقي حبنا كبير للمملكة المغربية، وبنحب ان احنا نبرز اخبار المغرب لانهم فعلا دولة تستحق كل احترام وكل تقدير. بكل تأكيد عزيزي المشاهد مباراة نصف النهائي بنستعد ليها من اليوم بإذن الله، هتكون يوم الخميس القادم ما بين مصر والمغرب. مباراة تاريخية، الفائز ما بينهم هيوصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية. هو مبدئيا الحمد لله الإنجاز الأهم إننا تأهلنا لكأس العالم، بعد كده دور المنافسة كمان على لقب البطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام. منتخب المغرب بيحاول زي ما كسب كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام على أرضه، عايز يكسب كمان تحت 20 عام في مصر خارج أرضه. ودي منافسة شريفة محترمة جدا جدا، وبتبرز قوة الرياضة المغربية في الوقت الحالي. فين تونس؟ مفيش. فين الجزائر اللي بيتريقوا وبيسخروا من مصر والمغرب؟ مفيش. حاليا المنافسات القارية ما بقت بين المغرب ومصر بكل احترام وبكل مودة، حتى على الأندية. لو تاخد بالك نهائي الكونفدرالية نهضة بركان وسيمبا، ونهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين بيراميدز وصن داونز، برضو سيطرة مصرية مغربية سواء بقى في المنتخبات أو حتى الأندية. مصر والمغرب بسم الله ما شاء الله عليهم. فوزي لقجع بيتدخل وبيصدم الحكم الكاميروني بعد محاولته المستمرة طوال المباراة لإسقاط المنتخب المغربي وعدم احتساب ركلتي جزاء صحيحتين لصالح المنتخب المغربي. حتى حالة الطرد يا مجرم، حتى حالة الطرد مرضاش يحتسبها إلا لما ناداها الفار وأكبره إن هو يحتسب حالة طرد صحيحة، وكانت أساسا هتكون هدف صحيح للمنتخب المغربي، ولكن اللاعب خرجها بإيده. بكل تأكيد عزيزي المشاهد مباراة اليوم منتخب المغرب ضيع فرص كتير، والمباراة كانت قوية أمام منتخب سيراليوني استطاع أن هو يكتسح المنتخب المصري في دور المجموعات برباعية. مباراة كانت قوية ومحترمة، والمغرب استطاع ان هو يلعب بأداء كبير وما يستقبلش ولا اي هدف، بل يسجل كمان اهداف. وحكم المباراة كان عليه علامة استفهام انه دايما بيحتسب فاولات من لا شيء لصالح المنتخب السيراليوني. دايما كان بيتغاضى عن الانذارات والطرد للاعبي المنتخب السيراليوني رغم تدخلاتهم العنيفة على لاعبي المنتخب المغربي، واكتر من لاعب كان هيتصاب، ولكن برضه ما كانش بيدي انذارات لحد ما في النهاية اداهم طرد بالعافية بسبب لمسة يد، وما كانش حابب كمان انه يرفع البطاقة الحمراء لاي لاعب من لاعبي المنتخب السيراليوني. فوزي لقجع عزيزي المشاهد وفي الوقت الحالي بيجهز ملفات ليرسلها للاتحاد الافريقي ضد الحكم الكاميروني حكم مباراة المغرب وسيراليون وكل الاخطاء التحكيمية الفجة، بالاخص ان المغرب انتصر واستطاع ان هو يفوز على كل هذه المؤامرات ومحاولات تعطيله واسقاطه. وسبحان الله رغم كل ده المغرب بيفوز برضه وبيتأهل ووصل لنص النهائي، وهيواجه فيه منتخب الفراعنة المنتخب المصري، البطولة اللي على أرضنا وأمام جماهيرنا.
وفوزي لقجع مش عايز اي اخطاء من دي تاني تتكرر، ولا اي حكام يكونوا حكام فاسدين يمسكوا في البطولة او يحكموا للمنتخب المغربي. حاجة غريبة، يعني شفنا الماتش اللي فاتت مثلا المغرب وتونس، لان